السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم النهاردة فيديو جديد، وصفة جديدة، وهنعمل النهاردة وصفة كده لدبابيس الفراخ. وصفة مختلفة شوية، طبعا كل الأطفال بتحبها. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. أول حاجة هسلق الفراخ بتاعتي بالطريقة المعتادة. معايا حوالي 4 معالق من الزيت، لازم يكون الزيت سخن جدا. خلاص. بعد كده هبتدي ان انا انزل بدبابيس الفراخ واديلها صدمة كده من جميع الاتجاهات زي ما انتوا شايفين. خلاص. بعد كده هنزل عليها بمية مغلية من الكاتل. طبعا ما ينفعش ان انا احط مية باردة من الحنفية، لازم تكون المية مغلية. ولازم مستوى المية يكون مغطي معانا الفراخ. خلاص كده. بعد كده هنزل بالمنكهات العادية جدا بتاعتي بتاعت الشوربة. هنزل ببصلاية، وهنزل بحوالي 3 فصوص من الحبهان. انا بشقهم كده بفتحهم عشان النكهة بتاعته تكون اقوى.